المغرب التطواني يكرس عقدة الوداد في كأس العرش. الحمامة البيضاء تتأهل بهدف أيوب الأكحل ليقصي الوداد الذي تلقى بالمناسبة أول هزيمة له خلال العام الجديد. وحدها النهضة البركانية التي لم تخسر لغاية الآن مع إطلالة هذا العام. أنصار الوداد تنقلوا بأعداد قياسية، دعموا من المدرجات وبرسالة تحفيزية للاعبين تهم الكأس الفضية. واقع الملعب منح المغرب التطواني تأهلاً استمات وقاتل لبلوغه. المغرب التطواني انتصر فقط في آخر 12 مباراة على شباب المحمدية والوداد. ضاع درع البطولة مبكراً والوصافة آخر الرهانات المتبقية. خسارة وإقصاء موجعان قبل الديربي. المغرب التطواني قد يحقق ريمونتادا البقاء بين الكبار بالبطولة بهذا المستوى. هادر لك الوداد على أمل أن يتعافى سريعاً كي يعود الوداد الشامخ الذي نعرفه.